السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، جزاكم الله عنا خير الجزاء على انتشار هذا الفيديو في جميع الدول العربية وبعض الدول الأجنبية. نشكر متابعينا ومشاهدينا في الجزائر، نشكر متابعينا ومشاهدينا في المغرب، نشكر متابعينا ومشاهدينا في مصر، نشكر مشاهدينا ومتابعينا في المملكة العربية السعودية، نشكر مشاهدينا ومتابعينا في دولة العراق، نشكر مشاهدينا ومتابعينا في فرنسا، ونشكر مشاهدينا ومتابعينا في روسيا وإيطاليا. هذا الفيديو بخصوص السر العظيم في قضاء الحوائج وتيسير الأمور. السر العظيم في قضاء الحوائج وتيسير الأمور. أنا ما يعني الحاجات دي يا أخواننا أقسم لكم بالله مجربة، وأقسم لكم بالله مجربة، وأقسم لكم بالله الناس اللي جربت الحاجة دي يعني كالسيف القاطع، وما هي إلا أذكار وطاعات لله عز وجل، ليس فيها أي شيء، يعني ليس فيها أي مخالفات شرعية، إنما هو ذكر لله تعالى، وهي صورة بسيطة جدا وجميلة جدا، وعندما حفظتها وتعودت عليها تيسر لك بفضل الله تعالى كل أمور حياتك. ألا وهي سورة ياسين، ألا وهي سورة ياسين. وقد ضعف كثير من العلماء ما جاء في سورة ياسين حتى لا يمسك علينا أحد. قد ضعف كثير من العلماء كل ما جاء في سورة ياسين، وأنا أقول لكم كل ما جاء في سورة ياسين على العين والرأس. لماذا؟ لأن هناك أناس كثير جربت سورة ياسين، جربت سورة ياسين في قضاء الحوائج، أقسم لكم بالله في الزواج جربت، وفي الرزق، تيسير الرزق، وشفاء الأمراض، وقضاء الحوائج، وسداد الديون، حتى في هلاك الأعداء. يعني حتى لو كان بينك وبين حد عداء ومظلوم منه وظلمه طاغي عليك، ما عليك إلا بسورة ياسين، فهي تقضي كل الحوائج، في الديون، في الأمراض، في الزواج، في التجارة، عليك بسورة. لكن هناك شيء في سورة ياسين لابد أن تتبع، هو أنك تقرأ ياسين في الصباح مرة، وتقرأ ياسين عندما تنام مرة، بالنية التي تريدها أو بمجموعة من النيات، قضاء الحاجات والصحة والشغل وكذا وكذا. وهناك قصص كثيرة لا أريد أن أسردها عليكم حتى لا يطيل عليكم هذا الفيديو. جزاكم الله خير وبارك فيكم، وتوفانا وتوفاكم على الإسلام الإيمان، وشفى مرضانا ومرضاكم، وأرجو نشر الفيديو. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.